السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك محتاج تعرف الدنيا ماشية ازاي والذهب هينخفض ولا هيرتفع؟ ركز معايا في اللي هتسمعه دلوقتي. طبعا تجار السوق السوداء في مصر كل لما كان الاخبار بتكون سلبية كان بتكون السوق السوداء هي ردة فعل. يعني لما حضرتك كنت بتسمع ان وكالة من الوكالات العالمية خفضت التصنيف الائتماني لمصر، كانت السوق السوداء بتكون ردة فعل للخبر ده وبعد كده بترفع. لما بيكون في اجتماع للبنك المركزي المصري وبيكون هيثبت فيه الفايدة وبيبقى السوق السوداء عارفة ان مفيش حلول في ايد المركزي، فبيكمل السوق السوداء رفع. لكن الحكومة لعبت نفس اللعبة بنفس التكتيك مع السوق السوداء. في الاول طلع بعض الاشاعات والتسريبات ان احنا وصلنا مع صندوق النقد الدولي لاتفاق مبدئي، وان خلاص هناخد اخر الشريحتين اللي احنا ما كناش خدناهم قبل كده، الشريحة التانية والشريحة التالتة. بدأت السوق السوداء تستقر عند 74 جنيه. بعد كده شفنا البنك المركزي المصري رفع سعر الفايدة 2%. بعد كده شفنا السوق السوداء بنفس المنطلق نزلت من 74 ل 69. بعد كده سمعنا عن راس الحكمة وان مصر هيدخل لها 22 مليار دولار. شفنا السوق السوداء بعد كل الاخبار دي نزلت من 69 ل 55 جنيه. طبعا مش محتاج ان انا ازايد على نفسي واطلع اقول لحضرتك ان وقت ما الكل كان بيقول ان احنا رايحين لمصير لبنان وان الدولار رايح ل 100 جنيه، طلعت وقلت لحضرتك الكلام ده مش هيحصل. مهما ارتفعت السوق السوداء في مصر لازم تنخفض، ومهما ارتفع الذهب لازم برضو ينخفض. مفيش ارتفاع دايم ولا انخفاض دايم. وخليني اقول لك الاطراف اللي ساعدت السوق السوداء في مصر ان هي ترتفع في الاونه الاخيره. رقم 1 المضاربات، رقم 2 البنك المركزي، رقم 3 تجار الذهب، رقم 4 وده اهم حاجه كانت الحكومه. بس ويبقى السؤال المهم دلوقتي، ليه شفنا الذهب على مدار يوم الاثنين 5/2/2024 بيتراوح ما بين 3400 و 3.5 بعد ما نزل ل 3300؟ هل الذهب هينخفض ولا هيرتفع؟ وخلينا نسأل سؤال تاني، احنا مستنيين ايه من الفترة اللي جاية؟ والشهادات الجديدة اللي هتنزل ايه سيناريو الشهادات وايه الشهادات المتوقع نزولها وحدوثها في البنك؟ وهل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ كل ده هجاوبك عليه. ما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق جروب الواتساب او التليجرام. هسيب لحضراتكم اللينكات بتاعتهم في اول تعليق تحت، ده بيبقى اسرع كمان من اليوتيوب. خليني اجاوبك على السؤال المهم، ليه شفنا الذهب بيتراوح بين 3450 و 3500 جنيه يوم الاثنين بعد ما نزل ل 3300 جنيه؟ خلينا اجاوبك ببساطة شديدة جدا. طبعا وقت الارتفاعات كل ما الذهب بيرفع بيرجع يصحح، بعد كده بيكمل ارتفاعات مرة تانية. وهكذا برضو وقت الانخفاض، كل ما الذهب بينزل لازم يطلع شوية بعد كده يكمل ويسحب لتحت ويكمل نزول. هو ده اللي شفناه بالظبط. وطلعت وكتبت بوست على التليجرام وقلت لحضرتك بالحرف الواحد انه اول ما نزل ل 3300 جنيه لازم يصحح ويطلع لفوق 150 جنيه. وقد كان الكلام موجود، تقدر ترجع له. وشفنا الذهب بيطلع عيار 21 ل 3450 و 3500 جنيه. طب انا ليه قلت كده؟ خليني اقول لك، بعد حوار حد السحب من البنوك 150 الف جنيه في اليوم، طبعا ما بقاش فيه السيولة الكافية للناس او للتجار ان هي تقدر تستوعب كميات الذهب اللي هتبقى معروضة وقت الانخفاض. لان احنا عارفين اصحاب القلوب الضعيفة، اول ما بتلاقي الذهب بيرفع بتروح تشتري، واول ما بتلاقي الذهب بينزل بتروح تبيع وتعمل معروض اكبر، عشان كده الذهب بيكمل نزول. وطبعا كل ما الذهب نزل وطلع ورجع طلع تاني وبعد كده بيرجع ينزل، بتسمع مصطلح في الذهب انا اتحبست، لانه هو بيشتري وقت ما ان هو بيجي يطلع بيرجع يشتري، واول ما بيسيبه يرجع ينزل ما بيلحقش يبيع، عشان كده بتسمع مصطلح ان هو اتحبس في الذهب. اقول لك ان انا مقدر الصدمة اللي عند الناس، لان انا بيجي لي تعليقات ان الناس مصدومة من الاسعار اللي شايفاها دلوقتي، وان الكل كان مأقلم نفسه على ان الذهب رايح ل 5000 و 6000، والكل كان مأقلم نفسه على ان الدولار رايح لل 100 جنيه، والكل كان عايز يكسب ويرجع يبيع وبعد كده يرجع يشتري من تحت. بس خليني اقول لك عزيزي المضارب، زي ما حضرتك كنت متقبل اللعبة ومتقبل ان انت تكسب، لازم برضو تتقبل قواعد اللعبة وتتقبل الخسارة. ولكن كل شيء بيد الله، ومحدش هياخد اكتر من رزقه ولا اكتر من نصيبه.
لازم تكون مقتنع بده. محدش في الدنيا دي هيموت وليه جنيه واحد ولا ليه رزق واحد عند ربنا ما خدوش. لازم حضرتك تتقبل الوضع الحالي ايا كان هو ايه، علشان خاطر في ناس بتبعت لي كلام يعني انا ببقى شايفه خارج عن الواقع وخارج عن المنطق. لازم زي ما بتتقبل المكسب تتقبل الخسارة. السؤال دلوقتي ايه اللي احنا مستنيينه الفترة اللي جاية علشان نعرف اتجاه الذهب رايح على فين؟ خليني اقول لك ان التعويم ليه 4 خطوات. رقم 1 ان المركزي يرفع سعر الفايدة وقد كان ورفعه 2%. رقم 2 ان البنك المركزي يطرح اذون خزانة بالدولار وقد كان وطرح اذون خزانة بمليار دولار. رقم 3 ان كل بنك يجتمع على حدة ولوحده منفردا عشان يطرح شهادات جديدة. دي رقم 3 اللي احنا لسه مستنيينها. رقم 4 يجي بعد كده تحريك سعر الصرف. انا اتوقع في حوار الشهادة ده 2 سيناريو ملهمش تالت. رقم 1 ان شهادة 19% تقف خالص ويتم طرح شهادة 25% لمدة 3 سنين، او طرح شهادة 30% او 32 او 35 لمدة سنة واحدة تلم السيولة اللي موجودة في السوق. بعد كده يتم تحريك سعر الصرف في البنك. هتقولي طب عيار 21 هيوصل لكام يا عم حسين؟ هقول لحضرتك وقت ما يتم تحريك سعر الصرف نقدر نقرر بناء على الرقم اللي هيوصل في الاخر في البنك، وبرضه هنشوف السعر العالمي وقتها وصل لكام ونقدر نحسب الاتنين مع بعض. وقتها هقدر اقول لحضرتك رقم ان نستنى عنده عيار 21. طيب هل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ خليني اقولها لك كالمعتاد وقولا واحدا، الوقت الحالي غير مناسب للشراء بالنسبة للمدخر. الذهب لسه ليه نزول تاني ونزول لأرقام غير متوقعة من ناس كتير. اما لو حضرتك مضارب فانت صاحب قرارك وانت المسؤول عن مضاربتك. خليني اقول لك الاهم من الشراء لازم أن تكون عارف حاجة كويس جدا. رقم 1 حضرتك بتشتري لمدة زمنية قد ايه؟ يعني حضرتك هتعوز فلوسك من الذهب بعد فترة قد ايه؟ لازم تكون عارف ده كويس علشان خاطر ما تجيش في النص تلاقي نفسك محتاج مضطر ان انت تبيع على سعر تخسر عليه. ما ينفعش سياسة او سياسة القطيع ان هو عشان فلان بيشتري وبيحافظ على فلوسه فانا كمان اشتري واحافظ على فلوسي. لا، لازم تكون محدد هدفك وعارف انت عايز ايه من الفلوس ومحتاجها بعد فترة قد ايه، علشان انت الوحيد اللي بتكسب وانت الوحيد اللي بتخسر. فانا نصيحتي لكل واحد عايز يشتري ذهب، اشتري ذهب على اجزاء ولكن من بعد التعويم. حاليا مش وقت شراء على الاطلاق. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وهرد عليك. سلام.